عناوين عريضة تتكرر والقليل منها يتغير. بتبعها البنت غير الشاب. في مجتمعنا جاري البحث عن مشكلاتكم، جاري التحقيق بقضاياكم. فأنتم ونحن وهم كلنا مسؤولون عن المجتمع. هو مجتمعنا وما يحصل برسمنا. مجتمعنا برنامج أسبوعي يأتيكم كل أربعاء 3 ظهرا مع ميريلا أبو شنب على هوا نينار اف ام. نينار معكم عطول. مساء الخير لكم مستمعينا عن جديد، وتحية كمان للي انضموا لنا على السمع هلأ مكملين بالحلقة الأولى من برنامج مجتمعنا على هوا نينار اف ام، وتحية للي عم يتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك أيضا. موضوع الحلقة الأولى هو حول الأطفال مجهولي النسب، حقوقهم، مستقبلهم، تعليمهم، وهذا ما تكلمنا عنه في النصف الأول من حلقتنا. أما هلأ صار الوقت لحتى نروح لموضوع تاني مختلف كليا ومختلف عليه، وهو موضوع التبني. موضوع التبني لدى الدين المسيحي. سنناقش هذا المحور كثيرا مع ضيفنا في الجزء الثاني، وهو رئيس محكمة الاستئناف البطريركية، حاصل على ماجستير في قانون الكنيسة اللاتيني من روما، وكاهن رعية القديسين أو القديسين بطرس وبولس، الأب الياس ثابت. أهلا وسهلا فيك أبونا. أهلا فيك أستاذة، شكرا لاستضافتك الكريمة، وشكرا لنينار اف ام، وشكرا لفريق العمل، ومبروك خطواتكم. الله يبارك فيك أبونا. قبل ما نبدأ بحوارنا عن التبني، اليوم عملنا استطلاع رأي بالشارع، حابين حضرتك كمان تسمعوا معنا. كان السؤال مستمعينا أي حدا مارق بالشارع إنه اليوم إذا أنت تقدم لبنتك أو إذا أنت تقدم لبنتك، والعكس طبعا على الشاب والصبية، شاب أو فتاة مجهولي النسب، فأنتوا بتوافقوا إنهم يتزوجوا من بعضهم ولا لا؟ فتنوعت الإجابات. خلينا نسمع استطلاع الرأي من عندك فادي، ونعود لنكمل أو لنبدأ الحوار مع أبونا. مشغول النسب كيف يعني مشغول النسب؟ مو معقول يعني تاخذ واحد مشغول الهوية. دائما الإنسان أصله فعله، مو ممكن يتولع أصل الشرش، بدنا الشرش نحن. نوتاتك إذا تقدم لهم حدا متعلم ومثقف ومعه مصاري ولكن مجهول النسب، بتوافق تعطيهم إياه؟ مشغول النسب كيف يعني مشغول النسب؟ يعني ما بيعرف لا مين أمه ولا مين أبوه. إذا آدمي وصاحب دين ممكن. عندك شباب وصبايا؟ عندي 4 صبايا وشاب. شبك الوحيد. طب بنسأل على الشاب مو على الصبايا. إذا حب بنوتة حلوة ومتعلمة بس ما بتعرف مين أبوها وأمها، يعني مجهولة النسب، بتخليه يخطبها؟ إذا هو بيحبها إيه ما مانع، إنه هو بتختار اختيار، هو بتعيش معه. طيب وللصبايا إذا تقدم لهم شاب كمان مجهول النسب؟ لا، البنت غير الشاب. شو هالتمييز هاد؟ شو هالتمييز؟ إنه بناتي جامعات، ووحدة حقوق عندي، وحدة إعلام، وحدة إعلامية مثلكم. تنتين إعلامية عندي، وحدة حقوق متخرجة، وعندي وحدة رياض أطفال. هو مو متثقف ابني، يعني واصل 8 9. مو معقول يعني تاخذ واحد مشغول الهوية. غالبا لا. السبب؟ شو السبب؟ أصل الشرش، بدنا الشرش نحن. إذا ما في شرش توقع شجرة. إذا كنتي بتحبي شاب متعلم ومثقف ومعه مصاري وحلاوة، وفجأة هيك اكتشفتي انه هو مجهول النسب، يعني ما بيعرف لا مين امه ولا مين ابوه، بتكفي معه او بتتركيه؟ ما بعرف، ما بظن يعني انه اكيد بيهمني وجود العائلة، يعني يتعرفوا اهلي عليه وعلى اهله وكذا وهيك، يعني ما بظن انه يعني اتوافق مع هذا الموضوع. اذا تقدم لبنتك لوحده من بناتك شاب متعلم ومعه مصاري وحلاوة ولكن ما بيعرف مين امه ومين ابوه، يعني مجهول النسب مثل ما بنقول، تقبل؟ هلا اذا هو ما بيعرف امه وابوه مو موضوع. هلا انا بقبل بالشاب هو نفسه، اذا كان هو على اخلاق كويسه ومعدنه كويس وهيك اكيد بقبل فيه. ليش لحتى ما اقبل فيه؟ ما برفضه. هلا في كثير ناس توفت اهاليهم وما بيعرفوهم، ما بيكون هذا مجهول النسب. بس المهم انه يكون انسان خلوق بالدرجه الاولى، وما بتهمني المصاري. انا
تمني اخلاقه. يا عيني عليك يا عمو، هذا الحكي بس قدام الكاميرا ولا بالحقيقة؟ لا بالحقيقه ما بتعنيني انا المصاري نهائيا. لا مو المصاري، عم نحكي على النسب. ايه يعني دائما الانسان اصله فعله، مو كنيته ولا عيلته، اصله فعله بالحياه، مو الكنيه ما بتعمل له مكانه، بس اذا فعله ممتاز هي اللي بتعمل له اسم وبتعمل له كيان بالمجتمع. اليوم اذا حدا مثلا حفيدتك اجى تقدم لها شاب ومتعلم ومعه مصاري بس ما بيعرف مين امه وابوه، بتوافقوا انتم كعائله تعطوه ولا ما بتوافقوا؟ لا ما بيوافقوا، الاصل والفصل للام والاب. ما هيك؟ بس هو شو له ذنب اذا هو ما بيعرف مين اهله؟ يا حرام. والله هذا شيء كله شغل الله جايبني. إذا إجا شاب بتقدم لبنتك وكامل المواصفات مثل ما بتحبي ومثل ما بتحب الصبية، بس مو معروف لا مين أمه ولا مين أبوه، يعني مجهول النسب، بتوافقي؟ إيه طبعا، ليش لا؟ بصير أنا أمه وبصير نحن أهله، ما في إشكال. ما عندك مشكلة إنه هو مجهول النسب؟ لا بصير نحن أهله، وين المشكلة يعني؟ لا يعني هيك ما بحب تعيش إنه مع واحد ما عنده أب أم إخوات عيلة، والله هيك بحب العيلة أنا. إجابات متنوعة جدا مستمعينا. أنا بس حابة لكم أنه أنا كنت بالاستطلاع وكنت عم شوف ردود الأفعال كمان أبونا مشان الأشخاص اللي عم تسمعنا ما لا شايفة. بالفعل كان في أشخاص صادقين وكانوا بالفعل ما عندهم مشكلة أنه هذا الشاب أو هي الصبية يتقدموا ويوافقوا عليهم ويجعلوهم فرد من أفراد الأسرة. وبالمقابل سمعت حضرتك كمان والمستمعين أنه لا، في ناس رفضت وبشدة هذا الموضوع، بهمهم الأصل والفصل والنسب والعيلة، وهذا المفهوم الشائع أتخيل بالمجتمع. بس في جملة واحدة يمكن علقت بذهن البعض، وهي دائما الإنسان أصله فعله. طبعا. يعني قديه هالجملة مهمة أبونا، دائما الإنسان أصله فعله وكنيته ما بتعمل له قيمة بالمجتمع. خلينا قبل ما نبدأ بكتير أمور حساسة بهذا الموضوع، حضرتك كنت حابب بس تحكي عن فكرة التبني بالدين المسيحي قبل ما نبدأ بالأطفال مجهولي النسب. فكرة التبني بالمفهوم المسيحي عميقة ومتجذرة جدا، لأنه هي بتجمع أستاذة بين عمل الله وبين خسارة الإنسان اللي هو كان آدم وحواء. ففكرة التبني فينا ناخدها بين صورتين، اللي هي صورة خروج آدم وحواء من الفردوس الإلهي نتيجة الخطيئة، وصورة تجسد السيد المسيح ابن الله لخلاص آدم وحواء من الخطيئة. فلحنا عنا هالصورتين، بيطلع آدم وحواء من الفردوس خسرانين كل شيء. هلا نحن بدنا نخلي بنظرنا، بما انه الموضوع مجهولين النسب والتبني، بدنا نخلي صورة آدم اللي كان من آلافات السنين وصورة آدم الحالي اللي هو طفل صغير مجهول النسب بالطريق او ما له اهل او اهله. اذا بيخرج آدم وحواء بيخسروا كل شيء وبيتوهوا بالارض، وهن خسارتهم الكبيرة ما كانت الفردوس العيش المادي، كانت خسارتهم الكبيرة هي خسارة الحب والأمان والاستقرار. نعم. مثل ما بيخسر الطفل مجهول النسب هالمحيط اللي بيعطيه عاطفة، المفاهيم الروحية، تماما المفاهيم الروحية والعواطف الإنسانية العميقة. فبيطلعوا هن أحد التراتيل البيزنطية بتقول طلعوا باكين وعم يطلعوا على باب الفردوس، فجالوا وتاهوا في الأرض وتعرضوا لقسوة الحياة. مثل ما بنتعرض كلنا لقسوة الحياة. نعم. لأنه الحياة بدون الله الأب أو بدون الله الحامي أو بدون الله اللي بيعطينا الحب. إذن لحتى ندرس آدم وحواء كانوا بيفكروا هن إنه خسروا كل شيء فجأة. بالفكر المسيحي التبني مشرع عقائديا وقانونيا، لأنه نحن بنجي اللي خلص آدم وحواء هو تبني الله لإلهم من جديد بعد خطيئتهم كأبناء وليس كعبيد، من خلال إرسال ابنه الوحيد يسوع المسيح لحتى يحمل هالألم وهالتعب وحتى الخطية
وحتى قسوة الحياة لحتى يحملها عنهم ويرجع يجيبهم على البيت الإلهي كأبناء وليس كعبيد. لذلك بواسطة يسوع المسيح الابن الوحيد حمل الوضع السيء، خلينا نقول، على المستوى المعيشي، على المستوى العاطفي، على المستوى الأهم والأهم الروحي، حمله ورجعهم. لذلك بولس الرسول برسالته إلى غلاطيا بيقول: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. يعني معناتها أبونا يعني فكرة التبني هي موجودة مثل ما بيقولوا منذ الأزل، منذ بدء البشرية. منذ بدء البشرية عندما وعد الله آدم وحواء لحظة خروجهم من الفردوس الإلهي، إنه أنا رح رجعكم ولكن على طريقة الإلهية بواسطة ابني يسوع المسيح. واستمر هذا الأمر. إمتى صار هذا التبني؟ باللحظة، بالميلاد، بالتجسد الإلهي. لما السيد المسيح، لما الرب بياخد الجسد الإنساني ويحمل ما فيه من ألم، ما خلا الخطيئة، ما عدا الخطيئة، كل حياته حملها وأعاد بهذا التجسد إلى فرح القيامة، إلى فرح الفردوس الإلهي. طيب تمام. هلأ نحن مستمعين عم نحكي عن فكرة ومفهوم التبني لدى الدين المسيحي. نحن نعلم بأن الدين الإسلامي يحرم التبني. نحن اليوم سنناقش فكرة التبني لدى الدين المسيحي. لماذا لا يعاد؟ هلأ رح نتعرف أنه كان في قانون موجود للتبني، فلماذا لا يعاد تفعيل مواد هذا القانون ونسمح للدين المسيحي أو لعائلات الدين المسيحي بتبني هؤلاء الأطفال مجهولي النسب، وبالتالي بيقدروا ياخدوا نسب، وبالتالي بيصير تقبل المجتمع لهم تحصيل حاصل. أبونا خلينا نخبر المستمعين لو سمحت عن قانون التبني، إمتى كان موجود ولمحة عنه من حضرتك. إذن قانون التبني صدر مع قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية بالمرسوم 31 ب 16/6/2006. نعم. بحب شير أنا وجاي على الطريق كنت عم فكر إنه لحنا قديش عملنا بقوانين الأحوال الشخصية مع السيد الرئيس. نعم. إنه 3 رسائل ماجستير بجامعتي باللاتيران اللي درست فيها انعملوا من قبل كهنة سوريين، انعملوا عن الأحوال الشخصية ومدى تقدم الأحوال الشخصية في سوريا التي تخص المسيحيين. نعم. إذن قانون التبني صدر مع القانون 31 الخاص بالطوائف الكاثوليكية اللي هي بتشمل كل الكنائس الكاثوليكية، وفي بنود كثيرة قنن بما يتناسب مع اللاهوت والعقيدة المسيحية وتعليم الآباء الشرقيين خاصة اللي بيركزوا على فكرة التبني. قنن التبني بشكل يحفظ للطفل المتبنى ويحفظ للعائلة التي تتبنى كل الحقوق والواجبات، حتى أنه بيقول بأحد بنوده، وهذا شيء ملفت للنظر، أنه الطفل المتبنى يحصل على الميراث كأنه ابن حقيقي للعائلة. نعم. ولا يستثنى من الميراث مثل ما اجى بعدين ببعض التعديلات. مع الأسف يعني أوقف العمل بهي المواد بهذا القانون في أي عام أبونا؟ هلا بالمرسوم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية تضمن المرسوم أنه تعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية رقم 59 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 7/9/53، وتضاف إليها الإرث والوصية، وهذا شمل الطوائف الكاثوليكية والطوائف الأرثوذكسية. وبذلك
انشال التبني وتوقف التبني. يعني لم يعد يسمح للعائلات المسيحية بالتبني من عام 2010. ما عاد فينا نعمل قضايا تبني، مع العلم انه محكمتنا بعد صدور المرسوم قانون الأحوال الشخصية بال 2006 ساوينا حالتين أو قضيتين من التبني بعد دراسة وبعد خبرات نفسية وبعد خبرات اجتماعية، وبعد عملنا خبرتين حكمين لقضايا التبني. وما بتتصوري الفرح الموجود على بعيون والأهل اللي تبنوا طفل، وبعتقد الفرح نفسه كان موجود بعيون الطفل اللي قلنا رح يخلص من قسوة الحياة. صحيح. اللي لسبب أو لآخر الحياة حرمته منه. هذا ما نحاول المطالبة فيه أبونا، يعني فكرة التبني ليست فقط كفكرة موجودة لدى ديانة معينة، هي فكرة إنسانية بالبداية، هي فكرة أخلاقية. هي فكرة أنه في اليوم أمهات ما بيقدروا غير قادرات على الإنجاب، فهي محرومة، وهنالك أطفال محرومين من حنان الأبوين، فلماذا لا نعطي هذه الأم طفل وهذا الطفل أم وأب بكل تأكيد. فمن 2010 لنكمل بالقانون، من 2010 ما عاد في قانون التبني لليوم، نحن اليوم عام 2024. 14 سنة هذا القانون متوقف. بهي الفترات أبونا، خلال هي السنوات، هل تم هناك يعني محاولات لإعادة تفعيل هذه المواد بقانون التبني؟ هلأ اللي بدي أشير له أنه دايما في محاولات، ولكن لا أعتقد محاولات على المستوى الكبير والعميق بسبب الظروف الاستثنائية اللي مر فيها الوطن، اللي مرت فيها سوريا. فكان على ما يبدو هناك تريث لمعالجة هاي الأمور وللحفاظ على استقرار بعض الأمور العامة التي تهم الجميع. المطالبة موجودة دائما. تريث أم هو يعني نقص بالحس بمسؤولية أو أهمية هذه القضية؟ هلا بشفافية أبونا، أنا بصراحة اللي عم فكر فيه، وهذا رأي شخصي طبعا، إنه المعالجة القانونية لموضوع التبني في المرحلة اللي نحنا هلأ مرينا فيها واللي عم نمر فيها، المعالجة القانونية لسبب من الأسباب والمعالجة الاجتماعية أوقفت التبني تجاوبا مع بعض التطلعات لما بتوافق على التبني. نعم. وهذا أنا اللي بدي ركز عليه، إنه التبني ليس فقط استقرار الكنيسة أو استقرار الفرد أو العائلة، وإنما اللي عم فكر فيه كنت هو الاستقرار المجتمع. لأنه اليوم الأولاد اللي عم نشوفهم بالطرقات، واللي بس يصير عندهم أهل رح يتغير مستقبلهم، رح يتخلصوا من أمراض نفسية كتير، رح يبتعدوا عن المخدرات، السرقة طبعاً، الاغتصاب، التحرش، كل هذه الظواهر البشعة للأسف والقاسية اللي يعني المجتمع فرض عليهم. المجتمع فرض عليهم، المرحلة الحرب فرضت عليهم، الظروف فرضت عليهم بدون أي ذنب. لذلك أعتقد أنه نحن كلنا مدعوين لإعادة النظر. هذا سؤالي. بدنا نبلش نحدد أبونا المسؤولية. في البداية الخطوة الأولى على من تقع مسؤولية يعني طرح، خلينا نقول مسودة قرار يخص إعادة تفعيل مواد قانون التبني لدى الطوائف المسيحية. لدى الطوائف المسيحية دائما المسؤولية الأولى الكنيسة ومطالبها، والمسيحيين ومطالبهم، وكل شيء هو أصحاب الغبطة البطاركة وأصحاب السيادة المطارنة. وفيما بعد المحامين، اليوم كنت بنقاش مع محامين،
بعض المحامين. خلينا قبل ما نوصل عند المحامين أبونا، خلينا نقول كنيسة، بطاركة، مطارنة، هم المسؤول الأول والأخير عن كل شيء في عن الكنيسة. رفع مقترح، عن رفع المقترح، عن المطالبة بالمقترح، عن ملاحقة تنفيذ المقترح، عن ملاحقة تنفيذ القوانين الكنسية وإلى ما هنالك. طب يرفع يعني الكنيسة، البطاركة، المطارنة بيرفعوا هالمسودة القرار لأحد المحامين بده يتبنى القضية؟ لا، ما دخل محامين. لا الأصول أنه هي ترفع مسودة مثل ما صار بال31 ترفع لمجلس الشعب. تمام. حسب الإجراءات. أنا فهمت من حضرتك أنه بدهم يتعاونوا مع محامين. لا، إحنا عم نقول محامين كحقوقيين مهتمين بالشأن العام. أوكي. هذا هو. يعني اليوم وقت أنا بدي أعمل إعادة تفعيل التبني، بدي أجيب محامين يساعدوني بوضع بعض النقاط الأساسية التي قد تغفل عنا نحن كرجال دين وكهنة وكذا. فالموضوع بده شراكة. تمام، شراكة مع المحاميين، ومن ثم ترفع إلى مجلس الشعب حسب الأصول. طيب. وحسب الدستور السوري وحسب الأمور كما تسري القوانين كلها. اسمح لي هون بس أبونا على سيرة مجلس الشعب بالإذن من حضرتك، فضل. يعني أحكي عن أعضاء مجلس الشعب الجدد. تم التواصل مع يعني 3 أعضاء من أعضاء مجلس الشعب، وهم من الدين المسيحي، وبكل تأكيد سوف لن أذكر الأسماء، ولكن كنا حابين يكونوا موجودين معنا، وكنا حابين أنه نحن نتعاون بكل تأكيد لرفع مسودة هذا القرار في المجلس لمن يتبنى هذه القضية. فأحدهم كان موجود خارج البلد، فقلنا أنا موجود خارج البلد ما بقدر أني أطلع بالمقابلة. أوكي. الشخص الثاني، العضو الثاني، قال بأنه هو موجود بإجازة مع عائلته، ولما يرجع من الإجازة رح يتواصل معنا ويطلع معنا، وشكله بعده بالإجازة. والعضو الثالث هون المفاجأة كانت القاتلة، قال بكير كتير لسه على أنه نحكي نحن بأي قضية. شيء غريب. قبل ما يعرف هو شو القضية أساساً، وقبل ما يعرف شو موضوع الحلقة، قال بأنه بكير كتير لسه بأنه هو يحكي بالقضية. بكل الأحوال لما يقسم، ولو هم أعضاء جدد، عندما يقسم العضو الجديد القسم، فهو يجب أن يمارس مهامه ويستمع إلى الشعب وهموم الشعب ومطالب الشعب ويطرحها في المجلس بعد هذه اللحظة. فهو ليس غير مخول أو غير قادر، هو لا يريد. ونحن اليوم لا نهاجم أحد أبونا، بالعكس، بكل يعني العتب على قد المحبة. فهو عتب لأنه نحن حابين أنه يكونوا موجودين معنا، وحابين أنه كلنا نتعاون بهدف قضية إنسانية ما حدا له منفعة فيها ولا مصلحة. هؤلاء الأطفال، أطفال سوريا، طبعا مستقبل سوريا، مستقبل طبعا. أعتقد أنه كلنا لازم نتحلى بالشجاعة والجرأة لنقدر نواجه كل الظروف اللي عم تحيط بالمجتمع السوري دون انه لا نجمل الامور، وايضا لا نصبح متشائمين وسوداويين. نعم. وبنفس الوقت نقول الحقيقة كما هي في الواقع لحتى نقدر نشتغل ونحط ايدنا على الوجع ونعالجه. تماما. رجال الدين، نواب الشعب، النواب عن الشعب، هذا جزء واجب وطني انه ننقذ كل طفل مهما كانت ديانته، طائفته، من اي عمره، من اي منطقه. نحن بدنا نقول للاطفال هلا اللي بالشوارع، يا استاذه ميرين، لازم نقول لهم نحن ما رح نترككم ابدا. لن نترك الاطفال، لا ككنيسة ولا كجوامع ولا لازم كمجلس شعب ولا كمسؤولين، انه نترك طفل جالس عم يشن كيس شعلة على الطريق بسبب لحنا ما قدرانين نعمل له شيء. هذا واجب وطني، لأنه هذا بيمس مثل ما تفضلتي حضرتك المستقبل. نعم. إذا كنت تريد أن تقتل المستقبل لازم تطلع بهذا الطفل وتضلك ماشي بالطريق. صحيح.
صحيح. يا ريت يا أبونا هيدا الرسالة، كنت بدي أطلب من حضرتك رسالة للمجتمع، فهي كانت رسالة حضرتك. نتمنى من كل قلبنا أنه اللي عم يسمعونا بالدرجة الأولى أبونا من المستمعين، لأنه حكينا بالقسم الأول أنه في مسؤولية كبيرة كمان على المجتمع طبعا. يعني على تقبل أو رفض طبعا. هذا المجتمع لهؤلاء الأطفال. فالمسؤولية تبدأ من عنا نحن طبعا. كناس موجودين، كرعاية، كاحتضان، كمساعدة، ومن ثم تقع على المسؤول عن هذا الأمر، ومن ثم على الإعلام بكل تأكيد لتسليط الضوء على هذه المشاكل ومحاولة طبعا. إيجاد حلول. طبعا. إذا بتسمحي لي شيء يعني بيحرق القلب مثل ما بنقول بحديثنا العامي، لما تشوفي طفل حافي القدمين وقاعد وبيحس الشخص أو منحس إنه نحن حياتنا الداخلية تدمرت من قسوة هذا المشهد. لذلك بقول لهم لنواب مجلس الشعب كلهم، مثل ما قال السيد الرئيس، الأمل بالعمل، الأمل يحتاج إلى جهد منا كلياتنا لحتى نشتغل، بس مو نشتغل بالخطابات، نخلي خطابنا شغلة 5 دقايق ونشتغل بالعمل كل دقيقة. ننزل كلياتنا، ننزل كهنة وشيوخ ومجلس الشعب وشو بيعرفني وزراء، يا أخي دور بالطريق. أنا بدي أوقف سيارتي، أنا مو وزير، بدي أوقف سيارتي بالطريق، أعطيه 5000 ليرة. قال له وينك أنت؟ مرة وقفت طفل بباب شرق، قلت له يا ابني ليش أنت الساعة 11 بالطريق؟ قال لي أنا أهلي ساكنين مدري وين وعايش على السطح وعم بلاستيك. لازم نوقف ونسألهم أنتم مين؟ صحيح. أنتم مين لحتى نقدر ننقذ مستقبلنا؟ صحيح أبونا، صحيح. كل الشكر لك من كل قلبي على حديثك وعلى رسالتك وعلى رقيك وأخلاقك، ونتمنى جدا من القلب أن تصل هذه الرسالة يا رب، وأن يقوموا فعلا بفعل وليس بخطاب كما ذكرت. يا رب. شكرا للأب الياس ثابت رئيس محكمة الاستئناف البطريركية وكاهن رعية القديسين بطرس وبولس على وجوده معنا. شكرا جزيلا. شكرا. وهيك مستمعينا منكون وصلنا لختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي مجتمعنا، وكان الحديث بالفعل شيق ومؤثر عن قضية الأطفال مجهولي النسب ومحاولة إعادة تفعيل مواد قانون التبني لدى الدين المسيحي. سمعتوا كل ما جرى بالحلقة، وفي شق إيجابي مثل ما حكينا مع الأستاذة ريما قادري اللي هن الأطفال الموجودين ببيوت لحن الحياة وعم ياخدوا الرعاية الكافية، ومنتشكرون على كل الجهود المبذولة. ولكن نحن عنا قسم أكبر هو موجود خارج بيوت لحن الحياة، وهي كما ذكرت أيضا مسؤولية تقع علينا جميعا، أنتم ونحن وهم مسؤولون عن هؤلاء الأطفال. اليوم كل شخص مثل ما قال أبونا قادر أنه يشوف هذا الطفل وليه موجود وشو وضعه، هو قادر أنه هو ياخده ويحطه ببيوت لحن الحياة. واليوم أي عضو من أعضاء مجلس الشعب اليوم من نينار FM ومن برنامج مجتمعنا ومن الأديان المسيحية نوجه رسالة لأعضاء مجلس الشعب اليوم، أي حدا يتبنى فكرة التبني أن يطرح مسودة هذا القرار، وأبونا جاهز لأي تعاون لطرح هذه المسودة بمجلس الشعب ومحاولة إعادة تفعيل التبني، وبالتالي إعطاء نسب لهؤلاء الأطفال ليكونوا ناس وبشر طبيعيين في المجتمع. وصلنا إلى ختام الحلقة. كل الشكر لفريق العمل بالإشراف العام رئيس التحرير حازم شحادة، بالإخراج الإذاعي فادي قروشان وعباس الفضلي، بالإخراج المرئي المجد منصور، تصوير فوتوغراف محمد جليلاتي، وكنت معكم في الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون ميريلا أبو شنب. ألقاكم الأربعاء القادم بنفس الموعد. باي باي. في مجتمعنا عناوين عريضة تتكرر والقليل منها يتغير. البنت غير الشاب. في مجتمعنا جاري البحث عن مشكلاتكم، جاري التحقيق بقضاياكم. فأنتم ونحن وهم كلنا مسؤولون عن المجتمع. هو مجتمعنا وما يحصل برسمنا. مجتمعنا برنامج أسبوعي يأتيكم كل أربعاء 3 ظهرا مع ميريلا أبو شنب على هوا نينار FM. نينار
معكم عطول.